وحيث جرى النيل من أرضها، وحيث نما شعبها وازدحم. لماذا تركتموني أشيخ وأنا عروس الزمان؟ أنفاس الزحام تكبلني، تدنس وجهي رياح العوادم. حلم الشباب حبيس البيوت القديمة. لماذا تولى مراح الطفولة؟ يشوه خضرة أرضي لهيب احمرار المساكن. بماذا تجاب الفتاة إذا استفسرت عما يخبئه لها المستقبل؟ في ظل مناخ الحرية بيكون هناك إبداع من العلماء والمفكرين، وبيضعوا أيديهم في انطلاق. عندنا أزمة سكن، عندنا أزمة توفير فرص عمل. دلوقتي بيصل إلى 85 مليون مواطن بيسكنوا فقط 8% على الأكثر من مساحة مصر، بمعنى أن في 92% من مساحة مصر مهجور. الوادي والدلتا بيتأكلوا بمعدل التمدد الطبيعي للسكان كل سنة 30,000 فدان أرض زراعية بيتأكلوا. كان فكرة الدكتور ممدوح حمزة إن هو يتجه إلى الصحراء الغربية. من تلك النقطة كانت الانطلاقة عبر صحراء مصر نحو المستقبل. النهارده هنوقع أول مزرعة تعاونية في الطبيعة. بحماسنا وأفكار المخلصين من أبنائنا ندرس إمكاناتنا وخاماتنا، ونعد أدواتنا لنحدد أهدافنا من أجل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. لنتحرر من تلك الفكرة العتيقة التي تقضي بارتباطنا بالوادي الضيق، وأنه لا حياة للمصريين بعيداً عن النيل. إنها الثورة على قديم يحبس أنفاسنا. نقدر لأقدامنا مواضعها قبل أن نخطو، حتى لا نهجر ما بنينا في منتصف الطريق، ولا نفسح الطريق إلا لفكرة تعشق الواقع لا تسكن الأوراق فحسب. مشروع الدكتور حمزة لإعادة توزيع السكان بيمثل نقلة نوعية كبيرة جدا في المعمور المصري ومعمور الصحراء الغربية على وجه التحديد. المشروع اسمه إعادة التوزيع الجغرافي للسكان في الأحوزة المهجورة. الصحراء هي ثروة لا بد من استكشافها ولا بد من الاستفادة منها في إقامة مجتمعات جديدة. هذا المشروع مبني على إني أخاطب الشباب من سن كام وعشرين إلى سن 40-45، لأن الشريحة دي هي اللي تقدر تستمر وتخلف ويربوا ولادهم وولادهم يرتبطوا بهذا المكان. مشروعنا تنموي. يعني إيه تنموي؟ يعني نجيب ناس تزرع تفلح الأرض وتعيش. مسكن رخيص التكاليف، موارد مستقرة ومستدامة لجعل المجتمع مستقر وغير قابل للترحال. ايه مسطح الارض اللي نقدر نزرعه علشان في وسط الصحراء دي يبقى هناك وحدة اقتصادية ممكن يعيش عليها مجتمع، ويقدروا بقدر الامكان يكونوا مستقلين، يعني مستقلين على الاقل بنسبة 80% في غذائهم في حياتهم. لقينا ان الوحدة الاقتصادية حوالي 2500 فدان، ويعيش عليهم 500 أسرة أو 600 أسرة، وكل أسرة هتبقى مالك مزارع. المالك المزارع مفهوم استحدثته ثورة الشعب المصري الذي رفض الظلم الاجتماعي بجميع أشكاله، موازياً لثورة الأرض على البوار، بحيث تصبح الأرض بحوزة من يكرمها ويتعهدها بالاستصلاح والاستزراع، تشجيعاً لغزو الصحراء الشاسعة والزحف عبر أرجائها،
تكون الأرض ملكاً للمزارع ما دام يحصد وينتج منها في ظل قوانين الجمعيات الزراعية التي تسانده بتقديم التيسيرات والإرشادات وكل الرعاية له ولأبنائه من بعده. تزيد أسهمه بمقدار ما يبذل فيها من جهد مخلص يؤتي ثماره تباعاً بسواعد شباب جريء هم نواة هذا المشروع. مستثمر في الأراضي الزراعية يجب أن تكون جمعيات تعاونية للشباب لا تقل المسطح عن 2500 فدان. إلى إنشاء مجتمعات مستقرة للشباب من خلال وحدات سكنية ومن خلال وحدات اقتصادية منتجة، بل يمكن أن يزيد فائض إنتاجها ليتم تصديره لا إما إلى الوادي أو إلى الخارج. مع كل وحدة 2500 فدان هيبقى فيه مستعمرة سكنية، يعني مدينة سكنية فيها 500 بيت، أنا ممكن أسميه فيلا، وكل بيت معاه الحوشة بتاعته. الطوب هناخده من الأرض دي. أنا هاجي هنا بإذن الله ومعانا الشباب وهندق خيامنا هنا، هنعمل آبار، هنجيب الري المحوري، هنبني مجتمع متكامل ولكن صغير. هي دي أرض مستوية صالحة للزراعة، تحتها على بعد كيلو مية. هنجوز المية بالأرض ومش هنستثمر، احنا هننمي. ننطلق لعمل نماذج لكل هذه الواحات وكل هذه الصحراء الغربية مبنية على بيانات مدققة ومحققة. على بعد كيلو و200 متر أسفل هذا المسطح اللي أنا ماشي عليه في خزان جوفي. إذا نحن بصدد مستودع ضخم، ومياهه كما أؤكد أنها مياه عذبة وتزداد عذوبتها بشكل مختلف عن الخزانات الجوفية المعتادة مع العمق. دي محطة أبحاث عملها وزارة الري مع بحوث المياه الجوفية. هي أمثال هذه الأبحاث هو رأس مالنا، هو رأس مال المشروع. 4 آبار هنا على 4 أعماق مختلفة. يطيق البعد عنها حتى بعد أن اشتد عوده بل شارف على الكهولة، والأولى به أن يستقل ليستقر في عالمه الذي من صنع ساعده. تساؤلات عديدة تلح في طلب الإجابة، وعلماء لا يبخلون بدراسات تتدفق بقوة ذلك المخزون الكامن. هذه الأرض الشاسعة لماذا هي فقيرة برغم أنها أغنى أراضي العالم بما تحتها من مستودعات المياه العذبة؟ فدان الأرض هنا اتزرع مجمعات شمسية، هيطلع طاقة شمسية عائد على قيمة الفدان أكتر من إن احنا زرعناه. ودي بتتم في وحدات صغيرة، هنعمل منها في كل فارم بلوك حوالي 4 وحدات. الوحدات الصغيرة ابتدت تصنع في مصر، ومعانا خبير طاقة شمسية هنا جاي يدرس معانا المنطقة عشان يقيس برضو بعض القياسات. مادام وجد في مكان مية وطاقة تأكد ان الكوميونيتيز المجتمعات هتبتدي تنشأ فيه. الفدان عليهم 500 أسرة مقيمين عايشين حياة، تنمية، تعليم، صحة، ثقافة، ترفيه، زراعة، صناعة، تغليب، تجفيف، تسويق، كله. يبقى احنا فعلا نقلنا الناس مش عشان تشتغل وترجع الويك اند لأهليها، نقلنا الناس عشان تعيش هنا بأسرها. الراجل هنا قاعد لوحده، انما يجي هو ومراته وأولاده هيعملوا مجتمع. هو ده إعادة توزيع جغرافي للسكان يعتمد على إنشاء مجتمع ولا يعتمد على شركة استثمارية.